السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله نكمل حل امتحانات. وصلنا للمحافظة رقم 16 وهي محافظة أسيوط. لو لسه ما اشتركتش في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ، توكلنا على الله. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كانت 2 أس س بتساوي 3 فإن 8 أس س تساوي كام؟ طيب أنا التمانية ممكن أخليها 2 أس 3، 2 في 2 في 2 ب8، فأنا هخليها 2 أس 3 كل أس كام؟ أس س. وأنا عارف إن الضرب إبدالي، يعني ممكن أدخل السين جوه وأطلع التلاتة بره، يبقى 2 أس س كل أس كام؟ كل أس 3. وأنا عندي معطى في المسألة إن 2 أس س بكام؟ ب3. هشيل 2 أس س وأحط مكانها 3، يبقى 3 أس 3 هيديني 27. إذا كان المستقيمان الممثلان للمعادلتين س زائد 3 ص بيساوي 14 و2 س زائد ك ص بيساوي 5، قال لي مستقيمان متوازيين. متوازيين يعني معامل السين على معامل السين هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد، ولكن لا يساوي الحد المطلق على الحد المطلق. هقسم معامل السين على معامل السين يبقى 1 على الاتنين هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد 3 على الكاف. عشان أجيب الكاف هضرب مقص، 2 في 3 ب6، 6 على الواحد فيها الستة، والكاف هتطلع ب6. مجموعة أصفار الدالة د حيث د س بتساوي س تربيع ناقص س ناقص 2 على س تربيع زائد 4. أصفار دالة الكسر الجبري هي أصفار البسط فرق أصفار المقام. كده كده في المقام أنا ما عنديش أصفار، لو جيت أساوي ده بالصفر هيطلع ملوش أصفار، فأنا هجيب أصفار البسط. ده مقدار ثلاثي ممكن نحلل. كام في كام يديني 2 والفرق بينهم 1، ألاقيها 2 في 1، يبقى س وس و2 في 1. إشارة الحد الأخير سالب، الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. طبعا بساوي البسط كله بصفر. هقول س ناقص 2 بيساوي صفر ومنها س هتساوي 2، وس زائد 1 بيساوي صفر ومنها س هتساوي سالب 1. يبقى أصفار الدالة 2 وسالب 1. ده هيكون الاختيار ج. السؤال الرابع: إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، أ جزء من ب، يعني أ هي المجموعة الأصغر وب هي المجموعة الأكبر، فإن احتمال أ اتحاد ب. طالما طالب الاتحاد يبقى أنا هاخد الجزء الأكبر، هاخد المجموعة الأكبر، فيكون احتمال الب. المجال المشترك للكسرين 2 س على س ناقص 3 و7 س زائد 1 على 2 س ناقص 6. المجال المشترك إن أنا بجيب أصفار المقام بتاع الدالة الأولى وأصفار مقام الدالة التانية. الدالة الأولى هاخد المقام س ناقص 3 أساويه بالصفر ومنها س هتساوي 3، يبقى دي أصفار الدالة الأولى. والدالة التانية هاخد المقام أساويه بالصفر، يبقى 2 س ناقص 6 بيساوي صفر، وأدي 6 بعكس الإشارة. 2 س هتساوي 6، يبقى س هقسم على الاتنين في الطرفين، 6 على الاتنين فيها التلاتة. يبقى المجال المشترك هو ح فرق التلاتة والتلاتة، يبقى ح فرق التلاتة، وبكتبها مرة واحدة عند كتابة المجموع. السؤال السادس: إذا كان للكسر الجذري س ناقص أ على س زائد 5 معكوس ضربي، واداني المعكوس الضربي، عايز يعرف أ تساوي كام. طيب أنا هجيب المعكوس الضربي للكسر ده وأساويه بالمعكوس اللي هو اداهولي. يعني لما أجيب المعكوس أشقلب الكسر يبقى س زائد 5 على س ناقص أ. ده بيساوي المعكوس الضرب اللي هو اداهولي في المسألة، س زائد 5 على س زائد 3. البسط هيروح مع البسط، هيتبقى س ناقص أ بتساوي س زائد 3. السين هتروح مع السين، يبقى سالب أ بتساوي 3. هقسم على سالب 1 ومنها الألف هتساوي. اوجد ن س في أبسط صورة موضحا المجال. عندي اسمة دالتين، هنقول ن س هتساوي الدالة الأولى فرق بين مكعبين قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لس أس 3 س، أخد نفس الإشارة، الجذر التكعيبي ل27 3. بعد كده ربع الحد الأول، غير الإشارة، اضرب الحد الأول في التاني، ربع الحد الأخير. المقام عندي مقدار ثلاثي، كام في كام بيديني 6 ومجموعهم 5 اللي هي 2 في 3، فهنحلل المقام. س تربيع س وس 6 2 في 3. إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط سالب وسالب.
هنحول القسمة لضرب وبعد كده هشقلب الكسر. اللي في المقام هخليه في البسط يبقى س ناقص 2، واللي في البسط هينزل في المقام، وده مقدار ثلاثي لا يقبل التحليل فهخليه زي ما هو س تربيع زائد 3 س زائد 9. بعد كده نجيب المجال. فرق أصفار مقام الدالة الأولى الاتنين والتلاتة، والبسط والمقام بتاع الدالة التانية المقام ملوش أصفار والبسط الأصفار بتاعه 2 والاتنين مكتوبة فمش هنكتب حاجة تاني. بعد كده هنختصر يبقى ن س هتساوي س ناقص 3 مع س ناقص 3، والمقدار الثلاثي مع المقدار الثلاثي، وس ناقص 2 مع س ناقص 2 متبقاش حاجة في المسألة فن س هتساوي 1. اوجد في حال باستخدام القانون العام مجموعة حل المعادلة. س تربيع زائد 3 س، هنجيب الواحد بعكس الإشارة عشان أخليها معادلة صفرية، وبعد كده أحل بالقانون العام يبقى س تربيع زائد 3 س ناقص 1 بيساوي 0 قال مقربا للناتج لرقم عشري 1. الألف معامل الس تربيع ب1، الب معامل الس ب3، والجيم هو الحد المطلق بسالب 1. القانون العام س هتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. هنعوض في القانون يبقى س هتساوي سالب ب يبقى سالب 3 موجب أو سالب جذر تربيعي ب تربيع 3 تربيع ب9 ناقص 4 في ألف ب1 وج بسالب 1، كل ده على 2 في 1 اللي هي 2 ألف ب2. يبقى س هتساوي سالب 3 موجب أو سالب جذر تربيعي سالب في سالب بموجب 4 في 1 ب4، 9 زائد 4 هيديني 13 على الاتنين. يبقى س هتساوي سالب 3 زائد الجذر التربيعي لل13 على الاتنين، وس هتساوي سالب 3 ناقص الجذر التربيعي لل13 على الاتنين. هنفتح الآلة الحاسبة هنكتب سالب 3 زائد الجذر التربيعي لل13 على الاتنين، هتطلع الإجابة عندي 3/10. يبقى س هتساوي 3/10. نجيب القيمة التانية خليها سالب، هتطلع عندي سالب 3/3. س هتساوي سالب 3/3. نكتب قيم س مجموعة الحل 3/10 وسالب 3/3. السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. عدد حلول المعادلتين س ناقص 2 ص بيساوي 1 و3 س زائد ص بيساوي 10 معا في ح. عشان أجيب عدد حلول المعادلتين لازم أبين نوع المستقيمان، هل هما مستقيمان متقاطعان أم متوازيان أم منطبقان. هنجيبها إزاي؟ هقسم معامل السين على معامل السين يبقى 1 على 3، ومعامل الصاد على معامل الصاد سالب 2 على 1، والحد المطلق على الحد المطلق 1 على 10. هلاقي إن 1 على 3 لا يساوي سالب 2 على 1، يعني معامل السين على معامل السين لا يساوي معامل الصاد على معامل الصاد، يبقى المستقيمان متقاطعان، وطالما المستقيمان متقاطعان فعدد الحلول حل وحيد أو عدد الحلول 1. إذا كانت ن س بتساوي س ناقص 1 على س زائد 3 فإن مجال ن أس سالب 1. مجال المعكوس الضرب للدالة هو ح فرق أصفار البسط والمقام. هنا أصفار البسط لو الس ب1 وأصفار المقام لو الس بسالب 3، فالمجال هو ح فرق 1 وسالب 3. الجذر التربيع 144 زائد 25، 144 زائد 25 169. 169 لو فتحت الآلة الحاسبة وكتبت الجذر التربيع 169 هيطلع 13. طب ال 13 دي 12 زائد كام؟ هلاقيها 12 زائد 1. اوجد مجموعة حل المعادلتين الآتيتين. عندي س بتساوي 3 دي المعادلة الأولى، وس تربيع زائد ص تربيع بيساوي 25. طبعا أنا هحلها بالتعويض، هشيل كل س واكتب مكانها 3. أقول له بالتعويض من المعادلة 1 للمعادلة 2 يبقى 3 تربيع زائد ص تربيع بيساوي 25. 3 تربيع ب9 زائد ص تربيع كل ده بيساوي 25
هودي بعكس الإشارة، يبقى ص تربيع هتساوي 25 ناقص 9 هيديني 16. ومنها ص هتساوي لما اخد الجذر الطرفين موجب أو سالب 4. عند ص بتساوي 4 س هتساوي كام؟ س هتساوي 3 عشان دي قيمة ثابتة. وعند ص بتساوي -4 س برضه هتساوي 3. وتكون مجموعة الحل الزوج المرتب الأول 3 و4، الزوج المرتب الثاني 3 و-4. إذا كان نون 1 س بيساوي 1 على س دي الدالة الأولى، ونون 2 بيساوي س تربيع زائد 4 على س تكعيب زائد 4 س، اثبت أن نون 1 بيساوي نون 2. يبقى أنا هثبت إن الاختصار بيساوي الاختصار والمجال بيساوي المجال. نون 1 س هي أبسط صورة أصلا، مش هعمل فيها حاجة، تفضل 1 على س زي ما هي، لكن هجيب م 1 ح فرق أصفار المقام هتكون ح فرق الصفر. ونون 2 س هتساوي البسط عندي س تربيع زائد، فما ينفعش أحللها تفضل زي ما هي، س تربيع زائد 4 مش هعمل فيها حاجة. وفي المقام أنا هاخد السين عامل مشترك، هيتبقى من س أس 3 س تربيع زائد الأربعة. نجيب المجال م 2 هتساوي ح فرق أصفار المقام، هنا لو كانت س بصفر القوس التاني ملوش أصفار فده المجال. بعد كده هنختصر، يبقى نون 2 س هتساوي س تربيع زائد 2 مع س تربيع زائد 2 هيتبقى 1 على س. قال له بما أن م 1 بيساوي م 2 ونون 1 س بيساوي نون 2 س، إذا نون 1 بيساوي نون 2. إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال أ المكملة ب6/10 واحتمال الب ب5/10 واحتمال التقاطع ب2/10. أول حاجة عايز احتمال الألف، هجيبه من احتمال أ المكملة. احتمال الألف هيساوي 1 ناقص احتمال أ المكملة، يعني هيساوي 1 ناقص 6/10. 1 ناقص 6/10 هيديني 4/10. المطلوب التاني عايز احتمال أ اتحاد ب. أ اتحاد ب ده احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص احتمال التقاطع أ تقاطع ب. هعوض احتمال الألف أنا جايبها ب4/10 زائد احتمال الب 5/10 ناقص احتمال التقاطع هو اداهولي ب2/10. 4/10 زائد 5/10 9/10 ناقص 2/10 هيديني 7/10. وده المطلوب التاني، وده كان المطلوب الأول. المطلوب التالت احتمال ب فرق أ. ب فرق أ ده احتمال الب ناقص احتمال التقاطع أ تقاطع ب. احتمال الب ب5/10 ناقص احتمال التقاطع ب2/10. 5/10 ناقص 2/10 هيديني 3/10، وده المطلوب التالت. السؤال الخامس، اوجد نون س في أبسط صورة موضحة للمجال. عندي طرح دالتين. هنقول نون س هتساوي الدالة الأولى، هاخد السين من البسط عامل مشترك هيتبقى س زائد 1، وفي المقام فرق بين مربعين هنحلل س وس، 1 و1، واحدة موجب واحدة سالب، يبقى س زائد 1 وس ناقص 1 ناقص الدالة التانية في البسط س ناقص 5 زي ما هي، والمقام مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 5 ومجموعهم 6، هلاقيها 5 في 1، فهنحلل المقدار الثلاثي. س تربيع س وس 5 تبقى 5 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط. نجيب المجال ح فرق أصفار المقام، هنا لو كانت س بسالب 1، وهنا لو كانت س ب1، وهنا لو كانت س ب5، وهنا لو كانت س ب1، ومش هكتبها. بعد كده نختصر، يبقى نون س هتساوي س زائد 1 مع س زائد 1 وس ناقص 5 مع س ناقص 5. هيتبقى في الدالة الأولى في البسط س، في المقام س ناقص 1 ناقص في البسط في الدالة التانية هيتبقى 1
وفي المقام س ناقص واحد. طرح دالتين مقامات متشابهة، هناخد مقام واحد واطرح البسط، يبقى س ناقص واحد. س ناقص واحد على س ناقص واحد هيديني واحد. اوجد مجموعة حل المعادلتين في ح. عندي معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة الأولى، فهحلهم مع بعض بالتعويض أو بالحذف. هنكتب المعادلتين تحت بعض. أنا شايف إن معامل الصاد هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة، فهنكتب المعادلتين تحت بعض. يبقى س ناقص صاد بيساوي 2. بعد كده هقول له بالجمع. هنجمع 2 س زائد س هيديني 3 س. الصاد هتروح مع الصاد، 10 زائد 2 هيديني 12. هقسم على التلاتة في الطرفين، 3 على التلاتة فيها الواحد، يبقى س هتساوي 12 على التلاتة فيها الأربعة. هعوض في المعادلة الأولى أو التانية عشان أجيب قيمة الصاد. السين بأربعة، يبقى 2 في س يعني 2 في 4 ب8، زائد صاد هيساوي 10، وأدي التمانية بعكس الإشارة، يبقى صاد هتساوي 10 ناقص 8 هيديني 2. وتكون مجموعة الحل زوج المرتب 4 و2. وبكده نكون خلصنا الامتحان. أشوفكم في حل امتحان تاني في رعاية الله.